مينون عمي جمال. السلام عليكم، كيفك عم؟ شو اخبارك؟ طمنا عنك. الحمد لله بخير. ان شاء الله بخير امورك. الحمد لله. لسه ما لقيت شغل لقيت؟ ما رأيت والله. ما انا مش انا على ولادي صغار صف ثاني وخامس وانا يعني مقعد ومكفوف. لحد الان ما لقيت شغل. ما رأيت شغل. يعني انا اذا بدي شغل يعني بدي نعم حدا يساعدني فيا كمان. طيب لقينا لك شغل عند واحد بتروح هلا نشوفه. إيه هو شو؟ فاتح محل جديد وبده عامل يشتغل عنده وبتروح بتشوفه. يا اخي مش قريب من هون. ما علي بس بعد اذنك انه انا انا شرحت له وضعك. انا بقى اشبط شرحت له وضعك انا هاي قال لي ما عندي مشكله. قريب من هون بنروح بنشوفه بنجي. يعني انا بس ما ايش ممكن اشتغل عنده انا. هنيك بنتفاهم. خليكم قريب من هون 10 دقيقه. ما شغلي بنروح يا رب. بتمشي هاي الدراجه معنا. بتمشي ان شاء الله. ضرب السكر ضرب لي عيال. حسبي الله ونعم الوكيل. على سلام يا سلام ان شاء الله. شيل لك لا يا شو صعبه. السلام عليكم. السلام عليكم. في هذا المحل فتحوا جديد الاخ هوني بده. قلنا له شرحت له انا وضعه انه بلكي بيشتغل بدالك هون. هو عم يطلب بشخص انه يشتغل بداله هون المحل وبده حدا يعني يبدله. ايش العمل؟ انا مثلا عدم كفيف وهذا بقدر مثلا. انت بتضل مع زوجتك؟ اما اذا اقول ممكن اخوي مثلا يحل محلي. نعم ما بيأثر. يعني اذا كان مثلا يا عم انا بيهمني حدا يكون امين يستلم محلي هون بهالدكه. وانت؟ انت وزوجتك يلا تعالوا كم بجوز محروج مننا او شيء. لا والله لا يا اخي. لا خذ راحتك خذ راحتك. والله ما خذ راحتك يا اخي. انتوا اختي بعهد الله. نجرب نشوف اسبوع كامل. ايش رايك؟ شو بدي اعدي الي والك. فلذلك انا مالي بعد اذا كنت هذا العمل الله يطول عمرك. انا اسف جدا اذا هي المساعده ما عليه. كثر الله خيركم. يعني مشكلتك بالهيبي ولا شلون يعني؟ ما تخيل انت ايش هو الدكان ايش قد دخله؟ ايش بدك تاخذ بدك تترك لي؟ لو محل ملك بيمشي الحال؟ ايه هيك ايه معقوله. انا بس اذا كان محل ملك اللي بشغل فيه مثلا بيعطيني لو اعطاني اجار المحل وحده كان يكفي. يعني لو محل ملك ما عندك انت ما مشكلة. عندي بس مانع. اما إيه. يعني محل تشتغل عند واحد ما بتحسب. يا عم نعم شايف هذا المحل؟ نعم. شايفه زوجتك كلياته؟ ايه هذا المحل كله لك. باذن الله. هذا ملكك. معك حق التصرف. واللي شايفه فيه انت هذا وان ملكك. شاء الله الف مبروك وتشوف على وجه الخير. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. هيك رضيان؟ هيك الله رضيان. يخليك يا عم.